السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. كما راكم تشوفوا جبت لكم اليوم تدبيره. كما تعرفوا قناتي يعني فيها يعني اي حاجه تفيدكم بارطاجيها معكم. هذا الحبيله راهي دايره حاله في الاسواق وسبيسيال للماعين، يعني تحك الماعين، وبزاف اللي شراوها وقال لك ما تحكش الماعين. بصح الفكره يعني اللي جبتها لكم وراهي دايره حاله اللي هي تنقي البطاطا. واختي تنقي البطاطا. عندك طفله صغيره ما تخافي عليها باش تشد الخدمي تهرد لك البطاطا، ولا نتيا دي فوا البطاطا حنا دي فوا نشرو كيلو 2 كيلو نطحو كيلو. المهم بهذه الطريقه كي تشري كيلو تاع البطاطا يقعد لك كيلو تاع البطاطا باسكو له تنقيها لك ما شاء الله وتقلع لك غير هذيك القشره الفوقانيه. بصح شايله البطاطا البيضاء يعني ماشي الحمراء هذيك الخشينه، لازم هاد البطاطا البيضاء اللي تكون كما تعرفوا تجي الفتحه تجي رقيقه. قلت والله غير نبارطاجيها مع خواتاتي هكذا باش تستفادوا منها. ديروا جيم الله يخليكم الفيديو باش الناس تستفاد من هذا الفيديو يطلع والناس تشوف هذا الفيديو. هكذا عندك بنيتك ولا يعني راهي مقابلتك اعطيها هذا الحبيله واعطيها البطاطا وخليها تحك وتنقي لك البطاطا خير من تعطيها الخدمي هكا تجرح روحها ولا حتى وليدك يعني عادي يعاونك وتعطيها له يقشرها لك يعني غير بهاد الحبيله. اشريها وخليها سبيسيال غير للخضره. تنقي الخضره كما راكم تشوفوا ماشي غير البطاطا حتى الزروديه دوكم بارطاجيها معكم وتشوفوها زروديه كابويه يعني اي حاجه يعني تكون رقيقه. شوفوا كي طقيت بها البطاطا شوفوا تحسبوا كامل ما نقيتهاش وما زالت يعني فيها القشره وهكذا يعني تحافظي كما تعرفوا البطاطا نكونسوموها كونسوما بزاف. وكما قال لك كما يقول لك نص حاشاكم غير تروح في لابوبيل. بصح بهذه الطريقه يعني قلت لكم كي تشرو كيلو بطاطا يقعد لكم كيلو بطاطا باسكو القشره ما تتنحاش بزاف. انا عجبتني الفكره كما راكم تشوفوا وانتم قولوا لي رايكم في لي كومونتير الى عجبتكم هذه الفكره. انا كثريه عجبتني يعني الوليدات يعني الصغار البنيات الصغار هكذا تعطيهم البطاطا ينقوها بلا ما تخافي عليهم. ودوك تشوفوا القشره يعني اللي نحت هذوك تشوفوها شوفوا كامل يعني قلت لي غير ديك القشره الفوقانيه والبطاطا يعني قعدت لي غير هي شوفوا تحسبوا كامل ماهيش بنقيه ومام يعني نقاتها لي ما شاء الله. هكذا تزيدي تغسليها ونقي البطاطا تاعك وقليها ولا طيبي بها. هذه هي الفكره. دوك تشوفوا الزروديه فاني كيفاش نقيتها يعني فاني الزروديه نقيتها لي ما شاء الله احسن من تنحيها كامل يعني القشره تاعها وتروح لك كامل في لابوبال حاشك. كيما راكم تشوفوا هنا جبت لكم الزروديه كيما راكم تشوفوا ديري الحبه تاعك سيرتو شوفوا مي تكون جديده وتكون حرشه تنقي لكم ما شاء الله. ومن بعد غسليها وخليها تنشف ونقي بها يعني البطاطا تاعك خليها كل وهي دي ميل اصلا يعني دي ميل يعني رخيصه يعني كي تخسر لك ولا يعني تقدري تشري واحده اخرى. شوفوا زروديه كيفاش نقتها لي ما شاء الله. غادي تشوفوا الفرق بين الزروديه الاولى يعني دوك تشوفوا نجيب لكم وحده بالقشور تاعها يعني فرق بيناتهم. شوفوا الزروديه تاعي كيفاش نقتها لي ما شاء الله. هكذا زيدي غسليها ورمي بها يعني شراكي باغيه ديري بها. يعني انا عجبتني الفكره ان شاء الله يا ربي نتوما تاني تعجبكم الفكره. هكذا تسلك الحاصل كما حنا نقولوا منها حبيله ومنها يعني تنقي بها الخضره. شوفوا الفرق بين هذيك الزروديه الاولى والزروديه هذيك الثانيه يعني فرق يعني نحات لي غير ديك القشره الرقيقه وتبقى لك البطاطا يعني قلت لكم الميزان غير هو والحبه تاعكم ما تصغرش وتقعد غير هي ان شاء الله يا ربي الوصفه هذه عفوا التدبيره هذه تكون عجبتكم وتبارطاجوها مع حباباتكم وديروا جيم وابوني للقناه هكذا باش يستفادوا كامل يعني معنا الاخوات. وشوفوا لي هذوك القشور اللي نحيتهم شوفوا كيفاش ماشي كيما نحوا البطاطا بالخدمي يعني شوفوا القشور تحسبوا يعني نجاره ولا راكم تشوفوا فيها يعني الفكره يعني شابه بزاف وما تنقصتكش من البطاطا بزاف يقعد لك الكيلو غير هو وطريقه سهله وماهيش يعني قلت لكم يعني خير من الخدمي. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الفكره تاع اليوم ونقول لكم مع السلامه نتلاقاو في فيديوهات جديده ان شاء الله.